بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. كل التحايا الزاكيات إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب متابعي قناة السلام الإعلامية، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وفيها بإذن الله سنتحدث عن الأدب الإفريقي، وذلك من خلال الدراسة التي تناولها الدكتور يوسو مانكيلا، الباحث في قسم اللسانيات واللغات المحلية بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية جامعة عبد مؤمن، وهو أيضا أستاذ الأدب والنقد العربي بالجامعة الإسلامية في النيجر. جاءت قراءته تحت عنوان الأدب الإفريقي بين الأصالة الإسلامية والأبعاد الفنية. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، متابعي برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. المشاهد الكريم، أرحب بكم مرة ثانية. يقول الكاتب: لقد عرف علماء اللغة أو القارة الإفريقية فضل اللغة العربية لغة القرآن الكريم، واجتهدوا في دراستها، ومنها تدرجوا إلى تعلم علوم هذه اللغة وفنونها الأدبية. هكذا كان النظام التعليمي في إفريقيا قبل دخول التنظيمات للمدارس العربية في إفريقيا، خصوصا في القرون الماضية. وأضاف يقول: ونذكر على سبيل المثال الحصر من مساهمات علماء غرب إفريقيا في اللغة والأدب العربيين أسلوب النداء في القرآن الكريم للعالم الإفريقي الدكتور نجم الدين رجي، وكتاب تحليل المعاني البلاغية لأدوات الاستفهام في القرآن الكريم للدكتور محمود مندي يوسف، وكذلك كتاب الاستعمالات الخاصة للضمائر في القرآن الكريم للدكتور محمد الحاج معاذ، وكذلك الأدب العربي السنغالي للدكتور عامر صمب، وكتاب المأدبة العربية لزكريا إدريس أوبو حسين، والأدب الإسلامي للأديب آدم اللوري، وغير ذلك من الكتب والبحوث الكثيرة والمهمة في حياة الحركة الأدبية في إفريقيا، وهو ما يدل على الاهتمام بأسلمة المعارف، وكان جديرا للغة العربية أن تنال نصيب الأسد في تلك الحركة الفكرية. يواصل الدكتور قراءته فيقول: لقد وجدنا الحاجة ماسة إلى التعريف بالإنتاج الأدبي العربي الإفريقي في القارة الإفريقية، وذلك من خلال المخطوطات العربية، علما بأن مباحث هذا الموضوع محاولة للإسهام في الأنشطة البحثية التي تسعى إلى جمع التراث العربي الإفريقي، كما أنها محاولة للإسهام في تأصيل المراجع الأولية الخاصة بهذا التراث الإسلامي في إفريقيا بشكل عام، وفي الغرب الإفريقي على وجه الخصوص، حيث إن الميدان خصب ومجال البحث واسع، ويقع على عاتق أبناء المنطقة مهمة البحث فيه قبل غيرهم من الباحثين الأجانب، لكونهم أعرفوا بالبيئة وأقرب إلى مصادر العلم والأدب فيها. لقد دأب مؤرخو الأدب العربي على تقسيمه إلى عصور وأصول أدبية تيسيراً لدراسته ورصداً لظواهره، وهذه العصور كما صنفها الكاتب هي العصر الجاهلي، وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي، والعصر العباسي، وحتى الأندلس، وعصر الانحطاط، وأخيراً العصر الحديث. لكنهم أغفلوا الأدب العربي المنتسب إلى القارة الإفريقية، فلم تحظى القارة الإفريقية على جلالة قدرها في الشعر بما تستحقه من اهتمام، أي اهتمام النقاد والدارسين. فهؤلاء الشعراء الذين يعدون من أغربة العرب وكبار رواد الشعر العربي في إفريقيا في الأدب العربي،
ويحتل شعرهم مكانة مرموقة بين شعراء العرب على مدار العصور الأدبية كلها. وعلى الرغم من هذه المكانة التي لا ينازعون فيها، ظلوا في نجوة عن اهتمام الدارسين العرب، يعني بعيدين حتى بعض الإفريقيين أنفسهم قديما وحديثا. والذي يؤسف له أن العناية بالأدب الذي نشأ خارج البلاد العربية قليلة، بل تكاد تكون مثار العجب عند بعض الناس. فأنت إذا حدثتهم مثلا عن الأدب الإسلامي المكتوب في شبه القارة الهندية أو القوقاز أو كردستان أو تركيا أو النيجر بإفريقيا أو غيرها من بلاد المسلمين، تعجبوا لذلك. فإذا أنت زعمت لهم أن ذلك الأدب له من الأصالة والبيان والسلاسة ما يفوق في بعض الأحيان للأدب العربي المعاصر في البلاد العربية نفسها، كنت كأنك تحدثهم عن أساطير الأولين. ومن المستغرب جدا عدم اهتمام العديد من العلماء والأدباء المبرزين في الأدب العربي بالأدب الإفريقي العربي، مثل شوقي ضيف الذي استطاع أن يستوعب تاريخ الأدب العربي. شوقي ضيف طبعا كاتب مصري كبير، ويتحدث عنه في مؤلفات جسام منذ عهود ما قبل الإسلام إلى عصر الدولة والإمارات، لكنه لم يشغل باله بالأدب العربي الإفريقي الإسلامي. فنراه يتحدث عن عصر الدول والإمارات وعن الحياة الأدبية في كل من المغرب وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، دون التعرض لدراسة الجذور العربية الأخرى في الجزء الغربي من القارة الإفريقية من حيث الإنتاج الأدبي، إلا ما جاء هفوا، يعني خاطفا يعني أو عابر يعني. وعلى الرغم من ذلك يقول الكاتب في دراسته التي نستعرضها لكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، نعم مشاهدي الكرام، يقول الكاتب: على الرغم من ذلك فإنه قد يلتمس له ولأمثاله العذر في هذا التقصير الذي يبدو في حقيقته مؤسفا عندما يصرح غيره كأحمد شلبي مثلا في كتابه كيف تكتب بحثا أو رسالة علمية، لأن المشكلة في هذا التهميش تكمن في عدم وجود مادة علمية لائقة في درجتها المعرفية بالنسبة لهم بصفتهم باحثين، في حين ندعو أبناء المنطقة المثقفين باللسان العربي إلى مبادرة طيبة في حل الأزمة واستئصال جذورها بكونهم أبناء تلك المناطق. وبناء عليه فقد أجريت دراسات أدبية من قبل العلماء الإفريقيين الأجلاء في هذا المجال الثقافي العربي الإسلامي، حيث حاولوا أن يؤرقوا لهذا الأدب في عصوره كما هو الحال في الأدب العربي. فعلى سبيل المثال في العام 1967 كتب الشيخ آدم عبد الله الألوري كتابا سماه مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية، وفيه قسم عصور الأدب العربي في نيجيريا إلى 5 عصور: العصر البرناوي، والعصر المغيلي، والعصر الونغري، والعصر الفلاني، والعصر الإنجليزي، على غرار تقسيم العصور الأدبية العربية بتصرف. فهو حسب ما وصل إلينا من الدراسات أو بناء على المصادر والمراجع المتوفرة التي تناولت مثل هذا الموضوع، يعد أول من حاول أن يؤرخ للأدب العربي الإفريقي في عصوره المختلفة. ثم جاء الدكتور عامر صمب عام 1978 بكتاب سماه الأدب السنغالي العربي، وفيه تناول اصطلاح المدارس حيث وزعها على المدن الكبرى، فكل مدينة تمثل مدرسة شعرية بشعرائها وخصائصها، مثل ما هو الأمر في الأدب الحديث
مع المدارس الأدبية، المدرسة العربية المحافظة أو مدرسة عمود الشعر لمحمود سامي البارودي والديوان وأبولو والمهجر. ثم جاء الأستاذ الدكتور أحمد سعيد غلادينثي عام 1982 في كتابه حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، وقسم الحركة العربية إلى 5 أقسام جعلها في فترات. أولاً فترة تأسيس الممالك والولايات قبل القرن العاشر إلى آخر الثالث عشر تقريباً. ثانياً فترة الوفود والحركات الإسلامية في تلك الممالك والولايات من القرن الرابع عشر إلى الثامن عشر تقريباً. ثالثاً فترة دولة سوكوتو عام 1804 إلى عام 1903 حتى سقوطها على أيدي المستعمرين. رابعاً فترة الاستعمار من عام 1903 إلى عام 1960. وخامساً فترة ما بعد الاستقلال من عام 1976 إلى 1970. وكتب الأديب النيجيري الأستاذ زكريا إدريس أوبو حسين كتاباً سماه المأدبة الأدبية، قسم فيه عصور الأدب العربي الإفريقي إلى 6 عصور، وهي عصر الاستهلال أو عصر كانم وبورنو والموحدين من عام 1000 إلى 1300. هذا عصر بداية اتصال العرب بأهل غرب إفريقيا والتعليم العربي لأول وهلة في تلك الديار. ثانياً عصر الاسترشاد، أي عصر الاسترشاد أو عصر الدعاء الوافدين من عام 1300 إلى عام 1804. هذا هو عصر زيارة العلماء والدعاء إلى أقاليم غرب إفريقيا من بلاد العرب، مثل زيارة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي والشيخ جلال الدين السيوطي إلى كونو وكشنا، وكذلك وفد الدعاء الونغر إلى غوبر حيث نشروا الإسلام فيها وأرشدوا كثيرا إلى دين الله وعلموا الناس العلوم العربية والإسلامية. وكان جل الوفود الونغر من علماء تمبوكتو وجيني وغاو وغيرها من حواضر الثقافات الإسلامية العربية. ثالثاً عصر الاستقرار أو العصر الفودي من عام 1804 إلى عام 1903. يقول الكاتب في قراءته في هذا العصر استقر الإسلام نتيجة لنشاطات الدعاة الوافدين من أماكن مختلفة في العصر السابق، والثورة الإسلامية التي قادها الشيخ عثمان بن محمد بن فودي. رابعاً وعصر الاستعمار من عام 1903 إلى عام 1960 حيث سلطت فرنسا وبريطانيا والبرتغال على بلدان غرب إفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وتواطؤوا على اغتصاب تلك البلدان. خامساً وعصر الاستقلال من عام 1960 إلى عام 1999 وهو عصر الإفاقة من النوم الذي سلطه الاستعمار على مسلمي غرب إفريقيا. وسادساً العصر الأخير وهو عصر الازدهار من عام 2000 إلى ما شاء الله، نتيجة لنشاطات العلماء المحدثين الذين تعلموا في المدارس العربية العليا وفي الجامعات في غرب إفريقيا. إن الباحث كما يرى الكاتب يذهب في هذا الصدد إلى أن الأدب العربي الإفريقي بعامة قد مر بعصور 3. أولاً عصور الإمبراطوريات الإسلامية في إفريقيا، غانا، مالي، سنغاي، وكان بورنو وسوكوتو، حيث انتشرت فيها اللغة العربية وثقافتها، فكانت هي اللغة الرسمية والإدارية يتكلم بها المثقفون وأغلب المسلمون.
فبعد دخول الإسلام في إفريقيا ووقوف الإنسان الإفريقي المسلم على الثقافة العربية الإسلامية والكتابة العربية، سرعان ما تأثر به أو بها فأتقنها، وقرأ أشعار فحول شعراء العرب، ولم يلبث بعد أن وضع أشعاراً ومنظومات بالعربية أمثال الشاعر أحمد بابا التنبكتي والأديب أبي إسحاق إبراهيم الكانمي، ودون بها بعض الآداب الإفريقية الشفهية القديمة. ثانياً، عصر المقاومة الوطنية، وهو عصر الغزو الفكري، ملتقى الحضارتين في إفريقيا الغربية، الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية الاستعمارية. ثالثاً، عصر الازدهار والنهضة الإفريقية، وهو من الاستقلال إلى الآن، فهذا عصر الإفاقة من النوم، فبحلول الاستقلال السياسي نهض المسلمون وزاد نشاطهم في تحقيق آمالهم، وهو الرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم من اتخاذ اللغة العربية اللغة الرسمية في بلدانهم. في هذا العصر استقر الإسلام نتيجة لنشاط الدعاة الأدباء الوافدين من أماكن مختلفة. لقد أثر القرآن الكريم في الحركة الأدبية. القرآن الكريم هو الموجه الأول والرئيس للحركة الأدبية الإفريقية العربية الإسلامية في كل مكان انتشر فيها الإسلام، خصوصا في إفريقيا أم القارات والحضارات الأولى، الأمر الذي جعل القرآن الكريم النص، الإمامة والمصدر الأساس والمنوال الذي ينسج عليه. فلا يجد من يدرس اللغة العربية وآدابها مندوحة من أن يبدأ دراسته لها في بادئ الأمر بأساليب القرآن الكريم. وكان لإعجاز القرآن الكريم في الفجر الإسلامي أثره البالغ في النفوس، فالوليد بن المغيرة وعتبة ابن أبي ربيعة مثلا اعترفا بأن القرآن الكريم ليس من كلام الإنس والجن، فنصوصه وأساليبه المعجزة تطرح نفسها بصفتها أنموذجا أعلى للكمال والجمال اللغوي. وإذا كان القرآن الكريم عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة كما يقول الكاتب في هذه الدراسة الهامة التي ارتأينا أن نتحدث عنها ونقدمها تعميما للفائدة في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، يقول الكاتب: وإذا كان القرآن الكريم هو الباعث الأول على ازدهار الحركة العلمية منذ القرون الوسطى، فمن الطبيعي أن تكون علوم القرآن الكريم هي أول ما يشغل المسلمين. ومن علوم القرآن التي تتعلق باللغة إعجاز القرآن وإعراب القرآن وعلم القراءات الذي يعتمد من حيث اللغة أو يعتمد من حيث اللغة على المشترك اللفظي من حيث الترادف والأشباه والنظائر والمعرب والدخيل والتضاد، وبتلك المواد اتسع نطاق اللغة العربية ومعانيها. وقد اختصر جلال الدين السيوطي تلك العلوم التي تتناول ناحية من نواحي القرآن الكريم في كتابه الإتقان في علوم القرآن، كما نرى ذلك في تطبيقات الزمخشري في تفسيره الكشاف، وآراء عبد القادر الجرجاني الذي اشتهرت عنايته الشديدة بتوضيح وجود البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم. وكذلك أدى أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدونري أدوارا فعالة بتصنيفاته العديدة حول موضوع القرآن، مثل مشكل القرآن ومعاني القرآن وغريب القرآن والشعر والشعراء. ونلحق بتلك الإنتاجات جهود الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن الكريم، وجهود غيرهم، حتى تفرعت الدراسات الأدبية عن الدراسات القرآنية وتطورت. إن طبيعة الأدب العربي الإفريقي عزيزي المشاهد
يتفاوت انفعال الناس مع الطبيعة بمقدار ما يهبهم الله من حس التذوق والقدرة على التصور والتمثل والتصوير والتمثيل، وينسجم ذلك كله مع أمزجتهم وظروف حياتهم المادية والفكرية والفنية. والطبيعة أوسع منابع الجمال غنى في الكون، فهي ملهمة كل فنان ومصدر الوحي في معظم الآثار الفنية، سواء كانت شعراً أو نثراً أو غير ذلك. والحديث عن الأدب العربي الإفريقي حديث عن الإسلام في وعائه اللغوي والمعنوي، نتيجة العوامل التي ساعدت على بروز هذا الأدب في إفريقيا من جهة، وصب الإنتاجات الأدبية بكل أشكالها في قالب إسلامي وفني من جهة ثانية. ومن المحاضن التي مارس فيها الأدب حياته الطفولية ليخرج منها بتربية ضربت على هيكله سياجا وحصنا حصينا، حفظته من ممارسات الأدب خارج نطاق الدين. ثالثا، وذلك أن الأدب نبعة من نبعات الحياة وخفقة من خفقات الإنسان، وتعبير عن وجوده وحياته ونشاطه وبيئته وكونه وواقعه وعالمه وعاطفته وشعوره وفكره وتصوره. ومن الشخصيات الأدبية الإفريقية البارزة والتي يمكن أن نقول عنه إنه رائد الشعر العربي الإفريقي هو أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الكانمي، بشهادة بعض نقاد العرب مثل محمد ابن شريف الذي ألحقه بأغربة العرب المشهورين، فهو طراز وشخصية أنموذجية. وعلى الرغم مما في إنتاجه الشعري من ضروب العبث والانتحال، فإنما تبقى على قلته يمثل قوة ما يتمتع بها الرجل العالم أو الأديب من عاطفة شعرية جياشة، وقدرته على تشخيصها في قوالب تصويرية بعيدة كل البعد عن طابع التكلف الذي غالبا ما يوقع صاحبه في التقليد الأعمى. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا مشاهدين الكرام. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أحييكم تحية الإسلام مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأواصل معكم من قطع من حديث، ونحن نتحدث عن نماذج من الشعر العربي الإفريقي، أو عدد من الشعراء نقدم نماذج من أولئك الفحول. واللسان العربي في القارة الإفريقية إلى أي مدى كان له البعد الاجتماعي والبعد الثقافي. ومن الشخصيات الأدبية الإفريقية البارزة التي أشرنا إليها، أشرنا إلى رائد الشعر العربي الإفريقي أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب، وتوقفنا عند أن الأديب يتمتع بعاطفة شعرية جياشة وقدرته على تشخيصها في قوالب تصويرية بعيدة كل البعد عن طابع التكلف الذي غالبا ما يوقع صاحبه في التقليد الأعمى. ففي بيتيه المشهورين اللذين مدح فيهما الملك يوسف بن تاشفين عندما حل ضيفا على هذا الأخير فأكرمه، يقول: أزال حجابه عني وعيني تراه من المهابة في حجابي، وقربني تفضله ولكن بعدت مهابة عند اقترابي. تتجلى لنا بوضوح قوة العاطفة الشعرية، ومن ثم وجود البلاغة التي من النادر أن تجتمع بشكل كهكذا في حدود بيتين من الشعر. ففي المستوى الموسيقي فإن البحر المستخدم هو بحر الوافر، يناسب تماما غرض المدح في الشعر العربي المعروف.
وتظل الحروف في مستواها الصوتي تلائم الظرف العام والجو السائد. فحرف الباء الذي اتخذه رويا للأبيات لا ينافي موقف المدح الذي يتطلب نوعا من الشعور بالقوة والمهابة في شخصية الممدوح. وفي المستوى المعجمي تبقى الألفاظ المستخدمة سهلة في متناول الجميع، وليس ثمة لفظ يستند الكشف عن معناه في صورته اللغوية إلى أي جهد يذكر، غير أن هذا لا ينفي القوة الفنية في ثنايا البيتين. فالمعجم اللغوي لا يتطلب ما يثقل السمع للوصول إلى ما ينشد من قيمة الشعر، وتستقر الصورة البلاغية في أبهى حلتها عندما نراه يستخدم كلمة الحجاب مرتين في البيت الأول، وتنحو الكلمة في المرة الأولى نحو النفي، في حين تأخذ في الأخرى طابع الثبوت والاستقرار. هذه المعركة الانعكاسية في التقدم التدريجي التي تعرف في فن البلاغة بالجناس قد أزيل الحجاب في صورته الظاهرية من قبل من يتمتع بالسيطرة والنفوذ، ويبقى نفس الحجاب بكامن طابعه في صورته المعنوية عند من يسيطر عليه ويتحكم أو يحكم قبضته، لتؤكد ظاهرية المهابة والمنزلة التي يحتلها المسيطر وهو الملك. وفي إسناد تقريبه إلى تفضل الملك مجاز وقربني تفضله، فالفضل بمفرده لا يقرب ولا يبعد، وإنما صاحبه هو المقرب والمبعد، وإنما عدل عن إسناد التفضل إلى الملك ليبين أن هذا التقرب ليس إلا من باب الفضل والإنعام لا من باب الحق والواجب. ويبدو البيتين الأخيرين عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة في صورة غريبة، حيث جمع بين نقيضين، فهو قريب من الملك من حيث الموقف المادي وسماحة الملك، وبعيد في نفسه عن الملك من حيث مهابته له وتوقير لمكانته والاعتزاز بشرفه وعلو منزلته. إن بيئة الأدب العربي الإفريقي نعني بالبيئة هنا الخاصة والبيئة العامة، أي البيئة الخاصة والبيئة العامة. فالبيئة الخاصة بما تدل عليه من انتماء اجتماعي معين للأديب، واتجاه فكري خاص، ونشأة وأسرة ثقافية، ولكل ما له أثر محدد في الأديب. ونعني بالبيئة العامة تلك التيارات المحيطة بالأديب والمجتمع الذي يعيش فيه، والتيارات الاجتماعية والسياسية والأدبية والإسلامية، وما يستطيع أن يؤثر في الأديب تأثيراً عميقاً قوياً. ولا يمكن لأديب حق أن يتغافل عنه أو يحول بينه وبين نفسه، أي بين نفسه وبين بيئته. وعلى قدر ما تؤثر البيئة العامة في الأديب نفسه، استطاع هو أن يؤثر في هذه البيئة العامة وتياراتها. يقول الشاعر رباني زكريا الكويتي: بشائر الفرح في رمضان قد برزت في جوت مياك، جاء النور للقلب أن اتجهت ترى الإسلام مبتهجا في جوت مياك، جاء الشهر بالطرب هذه البشائر، قم يا صاحي واقطفها في جوت مياك، جاء النور للقلب. صورت تلك الأبيات ملامح تجربة شعرية عاشها الشاعر في بيئته الطبيعية والثقافية الصوفية الإسلامية، وجسدت انفعالات محنة نفسية كابد أحوالها، وبرزت تلك الملامح والانفعالات في صورتها بالمعاني من تلقاء نفسها، وهي معان حسية لأنها متصلة بالتجربة الشعورية اتصالا وثيقا، وناشئة من صميم معاناة الشاعر كما ينشأ الموج من حركة البحر المتدفقة. ومن هنا يكاد يكون إجماع بين دارسي الأدب على أن دراسة بيئة الأديب في مستوييها الخاص والعام
ضرورة علمية ملحة للتعرف إلى أديب ما في عصر من العصور. وإذا كان للأديب الحق في التأثر والتأثير، فلا يكفي أن يتأثر بالتيارات التي تسود مجتمعه، بل ينبغي له أن يؤثر في هذه التيارات، فيبعث في المجتمع بعض القيم التي يدعو إليها، لأن الأدب ليس مجرد إعادة لصناعة الحياة أو محاكاة لها دون تأثير فيها. وإذا كان الأدب كذلك، فإن الأديب الحق هو من يتأثر بمجتمعه ويؤثر فيه. جاء في مقالة الدكتور رباني زكريا تحت عنوان مسؤولية الإعلام الإسلامي إن الناظر إلى أحوال عالمنا الإسلامي اليوم يجده بتلك الصورة المأساوية التي طغت على معظم أقطاره وبلدانه. هذه المأساة عمت أغلب مظاهر الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. هناك اضطراب أيديوسياسي نتج عنه تناحر أبناء الأمة الإسلامية، أي أبناء الأمة الواحدة. وهناك أزمات اقتصادية حادة تجعل هذه الدول أسيرة القروض، أي قرض البنك الدولي ونادي باريس، وأخرى طغت على حياتها الأزمات النفسية والاجتماعية، فصارت أخبار قتل وانتحار العشرات من أبناء هذه الأمة أخبار عادية لا تحرك فينا ساكنا. يا ترى ما سبب هذه المصائب التي صارت تجثم على صدور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إنها غيبة الشريعة التي تركها كثير من أبناء هذه الأمة وجعلوها وراء ظهورهم. لازلتم سيداتي سادتي في حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. يقول الكاتب: هذه المقدمة تأتي بصفتها تمهيدا للحديث عن دور الصحافة الإسلامية اليوم في ظل تلك الصور القاتمة التي أشرنا إليها، والتي لم تسيطر على عالمنا الإسلامي فحسب، بل عمت معظم بقاع العالم شرقا وغربا. ومن العبر التي استنتجها المقال أنه وجه النداء في هذا المنطق بالعودة إلى الإسلام، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإلى إعادة الثقة بالذات الإفريقية الإسلامية، وعدم الخضوع لمحاولات بث اليأس في نفوس المسلمين الأفارقة. وهذه هي المعاني الصحيحة للأصالة. وتكون هذه العودة إلى الذات لأن الشعوب الإسلامية عنصراً ضرورياً ومشاركاً في البناء الحضاري للقارة، لا منزوياً مكتوف الأيدي تجاه الأحداث، بل لا بد من أن تشارك وتقرر مسيرتها بنفسها كما كان أسلافها يقومون بذلك. وهذه العودة تتطلب وعياً شعبياً إسلامياً، وهو ما يسمح للفرد بأن يندمج في المجتمع وأن يكون عامل تطور وتقدم. إن متعة الأدب العربي الإفريقي الفنية عزيز المشاهد، وبطبيعة الحال إن الأديب والشاعر بعامة يعتقد ويقول ما يعتقد، وأحيانا أخرى يعتقد ولا يقول ما يعتقد. وإذا ما حاولنا أن نصنف الأدباء والشعراء وفق هذا المعيار، يبقى الأديب الإفريقي أو الشاعر العربي الإفريقي من النوع الأول. لذلك نجد أن هذا الشاعر العربي الإفريقي يحدد مواقفه بوضوح طبقا لما يجده في محيطه، والذي يدفعه إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل وإدراكه للحرية الإنسانية. لكن الإنسان ليس حرا فقط عند هذا الشاعر العربي الإفريقي، بل عليه أن يقول ما يعتقد، وإلا فلا معنى لهذه الحرية التي يدافع عنها. فلذلك نجد أن الشعراء في إفريقيا قد مروا في حياتهم بمراحل شاقة خطيرة، بعضها مغامرات منظمة وأخرى تضحية،
وقد نجد في الشعر العربي شعراء من أمثال إيليا أبو ماضي وإبراهيم الأسطي عمر وأمير الشعراء أحمد شوقي ما يذهب هذا المذهب. وقد جاء في ذلك ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يقل للناس ما يعتقده ويقول آخر: قيل صمتا فقلت لست بميت وإنما الصمت ميزة للجمال. ويقول آخر: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد. وكثيرا ما تتردد في قصائد الشعراء الإفريقيين مثل تلك الأبيات التي فيها إصرار على تحديد موقف مع قول الحق وضرورة إزهاق الباطل وإبادته، بغية تسليط الضوء على ما يجري في قارتي من نزاعات وصراعات على حساب شعوب القارة لصالح الدول الغربية. يقول الشاعر محمد أحمد أغ شفيع: رمى الغرب تشتيت الصفوف بقهره وقسم أبناء الصحارى بمكره وحاول تسخير العقول بخبثه ويجعل من صحرائنا جزء أرضه فأصبح في جهد لتفريق صفنا وتشديد هذا الشعب ها هو همه. فهذا شمالي وأبيض لونه وهذا جنوبي وأسود وصفه. لقد خاب ظنا لأنه تخيل هذا اللون يفصل بيننا إخوتنا أعلى من اللون. إنها نتاج نضال قد توحد في العنى. إن هذه الأبيات الأخيرة صورة واضحة لثورة متأججة في نفس الشاعر على الظلم والظالمين، فهو يعلن حربا ضد الأيديولوجيات الاستعمارية، مدركا الأسباب الحقيقية التي دفعت الغرب الاستعماري إلى تقسيم قارته. وهذه الأبيات أيضا إشعار للغرب الاستعماري وتنبيها لهم بأن بني وطنه على علم بما يقوم به الاستعمار من مكر وكيد وتخطيط في سبيل تمزيق صفوفهم وطمس الهوية الإفريقية. وفي البيت الأخير درس واضح ومفيد لمن يريد منهم الحقيقة، وهي أن اللونين الأبيض والأسود أخوان وحدهما النضال الطويل والقديم في واقعهم الإسلامي. وفي أكثر من قصيدة ومناسبة أعلن الشعراء الإفريقيون عبر قصائدهم استمرارهم والتزامهم بالدفاع عن القارة والنهوض بها والنضال من أجلها. وقد عبروا في أشعارهم عن حبهم للقارة السمراء حبا عميقا، حيث جعلوه المنبع الثالث بعد الإسلام والبيئة الإفريقية اللذين انطلقت منهما وطنيتهم وأشعارهم السياسية والاجتماعية. فما كادت تتفتح ملكاتهم الشعرية حتى أخذوا يؤكدون هذا المعنى وينظمون فيه، فنراهم في قصائدهم يشيرون إلى حقائق العصر، وأن الاستعمار الأوروبي مصدر كل الآلام التي تعانيها الشعوب المستضعفة وما يراها حلا نهائيا لتلك المشكلات والهموم. إن هؤلاء الأدباء عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة على معرفة تامة بجميع المؤامرات على الأمة الإفريقية والإسلامية وعلى الشعوب الإفريقية البريئة من تهم الجهل والتخلف. نعم، تهما اتخذها الأوروبيون مسوغات للقيام بأبشع ما عرفته الإنسانية في إفريقيا من إرهاب ونهب وتدمير وغزو وتقتيل وتخريب وإضلال وبطش وقمع وضغط وإفساد في الأرض. والإفريقيون في كل هذا هم في وسط هذا المجتمع المغلق كأنه يعيش على أرض غير أرضه، لأن الاستعمار الأوروبي قد صنع من كثير من الإفريقيين بلغته وثقافته غربيين من الإفريقيين، أي صنع من أولئك، حيث يعيش بعض الإفريقيين على الأرض الإفريقية نيابة عن الغرب بعد أن فقدوا وطنيتهم وصاروا ذئابا على بني دينهم وأوطانهم. وها نحن
اليوم ومع الأسف الشديد في القرن ال21 عصر النور والتقدم، وعلى هذه الأراضي الإفريقية الطيبة نظلم بأيدي إخواننا الأفارقة الذين رضوا أن يكونوا أو الذين رضوا أن يكونوا عملاء للاستعمار الغربي في عصر الاتحادات والتكتلات السياسية. يقول الشاعر مختار سي في قصيدة بعنوان تحسر على وضع البشرية السيء: دمعي على قدمي جار ومنهطل، جمر الأسى في صميم القلب مشتعل، لم يبكني ذكر ماض بات منصرما، في عهد آنسة لم يبكني طلل، قد حول العلم سما قاتلا فغدا، مهددا بخراب الخلق والدول، تشب نار الوغى في كل منطقة، تدوي مدافعها والخطب يفتحل، ساد التلوث في البيئات وانتشر الأمراض كالريح في الآفاق ينتقل، يا حبذا الأمر لو كانت تجاربهم تجدي نتائجها يوما إذا وصلوا، أو أنهم قد رأوا كونا يناسبهم فهاجروا واسترحنا وانتهى الملل. القصيدة من شعر التحرير الذي يشنف أو الذي يعكس عن ذاتية الشاعر ويصور تجربته الشعرية ويفصح عن معاناته لها، ويكشف عن تضارب العواطف في صدره، تضاربا لا يزعج نبض الطيور الأنعام التي تغرد في هبته. والشاعر في هذا اللون الشعري لا ينفصل عن بيئته، وإنما يمتزج بها امتزاجا كاملا، ويراها رمزا لما يجيش في صدره من عواطف، ومن ثم يتداخل العالم المنظور الذي تقع عليه حواسه مع العالم النفسي الذي يمور به صدره، ويتمازجان في رؤاه الفنية ويتبادلان المواقع، ويقوم فيه الخيال بوظيفة الدمج والتوحيد، فينشئ صورا كلية متناسقة الأجزاء مؤتلفة العناصر، كل عنصر فيها لبنة في صرح البناء الفني العام. فتبدو القصيدة كالأنشودة البارعة تشدو بها أصوات شتى، لكل منها دوره الذي لا يتخطاه، وقته الذي لا يتعداه، وإذا هي بائتلافها وانسجامها تجد فيها ذاتك وتلذ فيها مشاعرك. إن القصيدة تعبير عن تجربة شعورية متكاملة يسودها جو نفسي واحد، وإن تفاوتت درجاته واختلفت نغماته تبعا لاختلاف المواقف من حيث قضايا قارتي واضطراب المشاعر تجاه تلك القضايا، مما يحقق لها الوحدة الفنية التي تثير في القارئ أو السامع أو حتى المشاهد مثلما أثارته في صاحبها الشاعر من انفعالات، ويحقق لها الوحدة العضوية التي تدل على أنها ذات بنية حية يتيمم بعضها بعضا. وقد لا يتأتى لك أن تقدم أو تؤخر بيتا عن موضعه، ولا أن تجد بيتين يصح أن يكون بينهما ثالث. في الخاتمة يقول الكاتب الدكتور الباحث في اللسانيات واللغويات: في الخاتمة تناول هذا البحث بعض جوانب الحياة العامة في أفريقيا في محاولة للكشف عن المراحل الثقافية المختلفة والمتقاربة وإظهار مدى ارتباطها، وذلك بتسليط الضوء على القيم العلمية والأدبية التي تتصف بها هذه المادة الخامة العربية الإفريقية المخطوطة. وقد يلاحظ الدارس في هذا المجال
أن الأدب الإفريقي العربي مهما توغل في التجديد يظل مرتبطا على نحو ما ببعض المظاهر الفنية في تراث الأدب العربي القديم. ومع أن الأدب الوجداني في هذه المرحلة قد تحقق له وضع عصري متميز، فإن كثيرا من سمات الأدب القديم ظلت تبدو فيها عند هذا الأديب أو ذاك. وتبين لنا بكل وضوح في نهاية هذا البحث، تبين لنا أن اللغة العربية واكبت خطوات الإسلام في القارة الإفريقية، وظلت تتطور حتى أصبحت لغة الإدارة الرسمية في مملكاتها القديمة. فذكر البكري أن ملك غانا قد استعان قبل إسلامه بخبراء الإدارة والترجمة من المسلمين، كما رأينا أن دولة مالي أيضا تتخذ العربية لغة رسمية، وكذا كل من دولة السنغاي ودولة سوكوتو. وأن الفرية الاستعمارية التي تزعم أن حضارة غربي إفريقيا مرتبطة بالغرب مزيفة ومنقوصة، ذلك أن الإسلام هو العامل الأول والأخير في صبغ هذه المنطقة بالحضارة الحقيقية والرقي السلوكي، ذلك عبر رفيقتها وهي اللغة العربية بعلومها وفنونها الأدبية التي سايرت الحياة اليومية من آلام وسرور وأحداث ومناسبات. أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة لبرنامج مع اللغة العربية، في هذه الحلقة وهي الحلقة 40 تحدثنا فيها سيداتي سادتي عن الأدب الإفريقي العربي من خلال الدراسة التي تناولها الدكتور يوسو منكيلا، الباحث في قسم اللسانيات واللغات المحلية بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية جامعة عبد المؤمن، وأستاذ الأدب والنقد العربي بالجامعة الإسلامية في النيجر. قراءته جاءت تحت عنوان الأدب الإفريقي بين الأصالة الإسلامية والأبعاد الفنية. لأهميته سيداتي سادتي ارتأيت أن أستعرض ذلك في هذا البرنامج. مع الشكر الجزيل لمتابعتكم أيها المشاهدون الكرام، وإذا كانت لكم آراء وملاحظات وإضافات وافونا على عنوان القناة المعروف لديكم. كذلك الشكر الموصول لإخوتي في الإدارة وفي الأقسام الفنية الذين يجدون ويكدون من أجل أن يقدم هذا البرنامج في ثوب جميل. وحتى ألتقيكم مشاهدي الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.